طرق بتبقى مجرد طرق، وفي طرق تانية أول ما تدخلها بتحس إنك دخلت عالم تاني. أنا ما كنتش مصدق الكلام ده لحد ليلة لما دخلت الطريق الصحراوي لوحدي بالليل. الساعة كانت حوالي 12:30 والدنيا كانت ساكتة بشكل يخوف، مش هدوء عادي، هدوء كأن الصحراء نفسها مستنية حاجة تحصل. كنت راجع لوحدي واخترت الطريق الصحراوي عشان أوفر وقت، ويمكن عشان كنت فاكر إني مش بخاف. الراديو كان شغال، وبعدين فجأة الإشارة قطعت مرة واحدة كأن حد قفله. حاولت أشغله تاني، مفيش فايدة، سكت. وساعتها سمعت صوت غريب، صوت زي نفس بس مش بتاعي. بصيت حواليا، مفيش حد، الطريق فاضي، ضلمة، ومفيش غير نور العربية. عدت كده حوالي 10 دقايق وفجأة لمحت حاجة قدامي. في الأول افتكرتها عمود نور أو كيس طاير، بس لما قربت كان بني آدم واقف على جنب الطريق، لابس أبيض وساكت. وقفة غريبة مش طبيعية. قلبي دق أسرع شوية، بس قلت يمكن حد محتاج مساعدة. هديت السرعة وقربت منه، بس هو ما اتحركش ولا حتى بص لي، واقف كأنه تمثال. ولما ركزت أكتر حسيت إن في حاجة غلط. رجليه مش لامسة الأرض. اتجمدت في مكاني ثانية واحدة بس، وبعدها دعست بنزين بكل قوتي. العربية صرخت وأنا بجري، مش عايز أبص ورا، مش عايز أفكر، بس الفضول قتلني.